حاجه لازم نبدا بيها ونتكلم فيها طبعا ضربه الجزاء الجدليه اللي حصلت بتاعت اسامه ابو علي وسعد سمير. هي ضربه جزاء مش ضربه جزاء؟ انا واحد من الناس من الوهله الاولى قلت ما فيهاش حاجه واسامه ابو علي بيمثل، ولكن مع الاعادات ومع وجود الفار شوف، عايزك تبص على رجل سعد سمير اليمين ورجل وسام ابو علي اليمين والاحتكاك اللي حصل وادى الى سقوط وسام ابو علي. يمكن وسام اداها الحته الصح ان هو قدر يلعب الكوره قبل سعد، وبطء سعد سمير كمان ساعده فيها قوي، ولكن هي ضربه جزاء صحيحه 100%، واي حكم في الدنيا هيحسبها، لان في احتكاك او في تدخل من رجل سعد سمير حتى لو غير مقصود. ده معروف، ممكن يكون سعد سمير تدخل غير مقصود ولكن بسبب تاخره، زي ضربه جزاء كده بتاعت مؤمن زكريا في ماتش الزمالك وحازم امام لما مؤمن زكريا اتزحلق وحازم امام وقع عليه واتحسبت ضربه جزاء للزمالك ساعتها. نفس الفكره، وسام ابو علي قدر ياخد الكوره، سعد سمير اتاخر في لعب الكوره، بدل ما يلعب الكوره حصل احتكاك بين رجله ورجل وسام ابو علي الذكي جدا اللي قدر يكتسب ضربه جزاء ذكيه جدا بالنسبه لي. وشوف اللقطه ورايا اهي، شوف ازاي اللمسه حصلت او التلامس حصل بين رجل الاثنين لعيبه، وعشان وسام لعب الكوره فاتحسبت ضربه الجزاء. يمكن لو كان سعد قدر يلعب الكوره قبل وسام ما كانتش اتحسبت ضربه الجزاء. لقطه بقت متكرره كتير جدا، وهو اي حد يتحسب ضده ضربه جزاء يجي في جون يقول له يلا هننسحب. الزمالك عمل او جمهور الزمالك عمل فوبيا للناس كلها والفرق الدوري كلها ان احنا دايما مظلومين ودايما مش عارف ايه. انت بتخسر عشان انت وحش او عشان انت عملت غلط او عشان بغض النظر ان فرقه سيراميكا فرقه كويسه جدا وعندهم موهبه. انا واحد من الناس بتمنى ان هي تبقى في فريقي الفتره اللي جايه وهو صديق اجوله. لازم اللعيب ده الاهلي يبص عليه بقوه الفتره الجايه، ولازم لجنه الكوره في الاهلي تبدا تبص بقى على المواهب دي. موهبه استثنائيه تسبب في الجول الاول بعد غلطه ثنائيه من رامي ربيعه اللي غلط مرتين، اول مره في الضغط على صديق اجوله، ثاني مره في الضغط على مهاجم سيراميكا عشان الكوره تروح لصديق اجوله تاني اللي يلعب باص مفتاحي عالمي من بين رجلين عبد المنعم، باص بكوبري لعبد المنعم، ولا احلى ولا اروع، وقندوس يخش يحط فينش رايق جدا عشان يقدروا يتعادلوا. ولكن اسامه ابو علي السوبر هيرو النادي الاهلي خلص على امال سيراميكا بهدف اول حلو جدا وبضربه جزاء ذكيه جدا وبهدف ثالث اروع من الهدف الاول بكتير جدا من فاول عالمي اقل ما يقال عنه ان هو هدف عالمي، وكمان باسيست لعمر كمال يدرس. اسامه ابو علي سوبر هيرو وكريستيانو النادي الاهلي الجديد. انا واحد من الناس خايف انا شخصيا احسده بسبب ادائه المبهر اللي بيقدمه. كل اعوذ برب الفلق من عيون الناس كلها، عيون الناس كلها، وربنا يبعد عنك الاصابات يا ابني وتستمر بنفس الاداء. قول لي انت كمان رايك في الكومنتات، هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء؟ او كده كده مش فارقه، فوزنا فوز عريض 4-1. الف مبروك الفوز والف مبروك الدوري، وهفضل اقول لكم الف مبروك الدوري كل فيديو، ومستني رايك في الكومنتات. سلام.